أصدقائي صديقاتي الأعزاء والعزيزات، نعم، استلمت القوات الكردية، القوات العسكرية الكردية، وحدات حماية الشعب التي تحولت لاحقا إلى قوات سوريا الديمقراطية، استلمت إدارة المناطق الحدودية، المناطق الكردية ذات الغالبية الكردية في الشمال السوري، استلمتها من النظام السوري. هذا صحيح، لا خلاف عليه، أنا أقر لكم بذلك. لكن من الافتراء والجهل والغباء توسيع البيكار، توسيع المنطقة، أنه وماذا عن الرقة ودير الزور وريف الحسكة ومناطق أخرى؟ هل استلمتها قسد من النظام السوري؟ طبعا لا. هل استلمتها من داعش؟ طبعا لا. استلمتها من جبهة النصرة؟ بكل تأكيد لا. حررتها قسد بالدم، رسمت حدودها بالدم، حدود إقليم مناطق شرق الفرات. قوات سوريا الديمقراطية منذ أن تشكل التحالف الدولي لمناهضة الإرهاب معترف بها، معترف بشرعيتها، وهي محل احترام ودعم المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة، وكانت تحظى بدعم السعودية والإمارات ومصر، بينما قطر وتركيا حافظت على دعمها لبقية الفصائل السوركية مرتزقة تركيا. وحاربت قسد، قطر وتركيا حاربت قسد ماديا ومعنويا وسياسيا وإعلاميا أقصد، يعني بينما نظام الجولاني منذ سقوط الأسد وهو حتى هذه اللحظة يبحث عن الشرعية المفقودة. هذه الشرعية التي يبحث عنها، يعني وعمليات السعي والاجتماعات، ودخل من البيت الخلفي ومن البيت ما بعرف شو، وأخذ له بختين عطر، كل هذه المساعي والمحاولات وشركة العلاقات العامة والإعلام هذه مدفوعة الثمن. هذه يعني فواتيرها موجودة عند القطريين والسعوديين، يعني حتى حصوله على جزء من الشرعية، نظام الجولاني، هي بفلوس الآخرين، بينما قسد حصلت على الشرعية بالدم. نعم، هنالك انتهاكات، هنالك خروقات بحق الكرد، بحق العرب، نعم، لا أحد منصف وذو عقل ومنطق وأخلاق يمكنه أن ينفي ذلك. لكن شرعية قسد كانت وما زالت سابقة على شرعية نظام الجولاني عندما كان يحكم إدلب، وعندما صار يحكم دمشق وحلب وإدلب واتسعت دائرته. الآن هذا نظام مشكوك في شرعيته، لا هو يحكم الساحل السوري 100%، لا يحكم السويداء، لا يحكم درعا، ولا يحكم مناطق شرق الفرات حتى هذه اللحظة، ويتحدثون عن الشرعية. أي شرعية؟ شرعية إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ هو أصلا أنت عارف معنى الشرعية إيه؟